السلام عليكم. اليوم جيت نعاود لكم القصة ديال صاحبي. لا هو اكتر من صاحبي، هو خويا ولد جيراننا. من نهار حليت عينيا وانا كنعرفو، هو من اطيب خلق الله، ضحوكي ودائما مبتسم وعزيز عليه الحياة. ولكن كان عنده واحد الإعاقة تولد بها، رجلو اليمنية دايرة جهة اليسار. كانت مشيتو كيعرج وكان كيمشي شوية محني. المهم انا وياه صحاب، كما قلت لكم في الاول خوت. فاش وصل 17 عام باه دار قصيده، ضربوا موطور وتقطعوا ليه رجليه بجوج، والاعضاء الداخليه ديالو تضروا بزاف. هاد صاحبي عنده ثلاثه د الخوت. ديك الساعات كانت اعمارهم واحد 15 عام وواحد 12 عام وواحد 10 سنين. عاونهم الناس في الاول، ولكن من بعد صافي. وبصفته هو الكبير خرج من المدرسة وبدا كيقلب على الخدمة، وبالإعاقة اللي عنده حتى واحد ما بغى يخدمه. دار فراجة في السوق وتيسرت ليه الأمور، ولا دار طابلة كيبيع فيها الحوايج. كانوا عايشين على قد الحال، ولكن هو كان مكافح مع الوقت باش يعيش عائلته وتحمل المسؤولية بكري. مورا 3 سنين من الحادثة باه مات، وكمل هو في رحلة الكفاح. بقى على هاد الحال مدة 11 عام، يعني 14 عام من نهار هز المسؤولية. كان ديك الساعة في عمر 31 عام. خوتو كملوا قرايتهم، كل واحد فاش خدم. أول حاجة داروها بداو كيصلحوا دارهم، حيت كانت ما مصلوحاش. جابوا الزليز والصباغة والفراش، سالاو من التحت بناو الفوق. داروا 2 بيوت وكوزينة وحمام. انا كان عندي حانوت ديال المواد الغذائيه. واحد النهار كيبان ليا راجع بكري من السوق وراجع الزربان. سولته مالك؟ قال لي راه خوتي عيطولي قالوا اجي بالزربه بغيناك. ما عرفت مالهم. المهم مشى مزروب. شويه كيبانوا ليا خارجين هما وياه من الدار. بقى بالي معاه. جا في العشيه ويقول لي خوتي داوني للقيصريه، وقفوني حدا حانوت مسدود وعطاوني السوارت ديالو، وقالوا لي هذا حانوتك. ولقيتهم مجهزينه من كل شيء، وعطاوني الفلوس باش نعمرو بالسلعه اللي بغيت. وتنازلوا لي على حقهم في الدار التحتيه اللي يجهزوا، وقالوا لي ديك الدار الصغيره غنخليوها لينا في المستقبل، منين تزوجوا نجيو نزوروك، او شي واحد فينا يوقع له شي حاجه يحتاجها. هاد خوتو نهار توظفوا كان اي واحد كيقول لهم دابا توظفتوا، خاصكم المراه، خاصكم الطوموبيل، خاصكم هادي. ولكن هما كانوا كيرددوا دائما جمله واحده: حنا علينا واحد الدين خصنا نردوه. عاد نفكروا في الشيء الاخر. هو دائما كان كيعاود لي اشنو داروا معاه وكيبكي بالفرحه، ماشي على ود الدار او الحانوت، ولكن حيت فكروا فيه وما نساوش داكشي اللي دار معاهم. علاقتهم به كانت دائما زوينه منين كانوا صغار، وكانوا متعلقين به، خصوصا بعد موت ديال باهم. كانوا كيعتبروه بحال الاب ديالهم، ماشي غير خوهم. ما عمرهم حشموا الاعاقه ديالو، بالعكس كانوا دائما متصالحين معاها، مع صحابه، مع اي واحد. من بعد هذا قالوا له خصك تتزوج، ورفضوه ما يتزوجوا الا تزوج هو. ومن هنا بدات المشكله وتحولات حياتهم الهادئه والزوينه في اقل من شهر. بداو يقلبوا على عروسه. كانت ديك الساعه عنده 35 عام. كان خاصهم بنت اللي غتقبل تزوجوا بالمشكله اللي عنده. شافوا ليه واحد بنت جيرانهم، حتى هي كانت عندها واحد الاعاقه في عينيها. كان وقع عليها واحد الحادث ملي كانت صغيره وما بقاش كتشوف بعينها. مشات امو وخوتو يخطبوها ليه، قالوا لهم عطونا واحد المهله باش نفكروا ونردوا عليكم. واحد النهار هو جالس حدايا وسط الحانوت، انا كانوا عندي شي كراطن ديال الشيبس، يلاه نزلتهم من عند مول السلعه وحطهم فوق بعضياتهم وسط الحانوت. وهو كان جالس موراهم ما كيبانش. غادي تجي غير واحد البنت، بنت الحومه، حتى هي جات تشري من عندي شي حاجه من الحانوت، وهي طلب داكشي اللي بغات. بانت لها واحد البنت اخرى بنت الحومه حتى هي دايزه، وهي تعيط ليها. هما راه كانوا صحابات. جات عندها وسلمات عليها. انا مشيت نجمع لها داكشي اللي بغات، وقالت لصاحبتها واش سمعتي فلانه تخطبات؟ الاخرى قالت لها ما تقوليهاش. قالت لها تخطبات. هاد فلانه اللي كيهضروا عليها هي البنت اللي خطبها صاحبي، حيت هما كلهم جيران وكلهم كيعرفوا بعضياتهم. قالت لها وتخطبات وحنا مازال. شكون هاد التعيس الحظ؟ بقاو كيضحكوا. وقالت لها ونزيدك راه غادي ترفضوا. وردت عليها الاخرى وقالت لها اويلي، لقات اللي قبل عليه ومازال كترفض. شكون هاد العمل اللي غادي يقبل يتزوجها؟ قالت لها في الاخرى فلان جارنا.
كتهضر على صاحبي. ردت عليها وهي تقول لها: اويلي على فلان، داك المعوض، هذاك الكلبه وما ترضى تتزوج به، عندها الحق ترفضه. وبقاو كيضحكوا بعضياتهم. حنا قبل ما يجوا عندنا هاد البنات كنا كنشربوا اتاي وكنا ضاحكين، وهو فين تسمعهم بقى واقف شاد الكاس في يدو وواقف مصدوم، ما تحرك لا هك لا هك. انا بقوه الصدمه كنقول لها: الخميره ما بقاتش وانا شادها في يدي. وهي تقول لي: ها هي الخميره في يدك. عطيتها لها ومشاو في حالهم. انا شفتو هكاك مصدوم، حيت لي الكاس، كنتلف في الهضره وكنضحك. هو جالس ما تحرك، ما هضر، ما قال حتى شي حاجه. من بعد نص ساعه هو جامد في بلاصتو، ناض مشى في حاله. اقل من نص ساعه وخرجت امو كتجري لعندي وعقلها غير خرج. قالت لي: ولدي اعتقني. قلت لها: شنو واقع؟ فلان دخل الدار كنهضر معاه ما بغاش يجاوبني. هو بقى واقف وساكت، وشويه هو يطيح في الارض. عييت نفيق فيه، اخوتو ما كاينين. مشيت انا كنجري للدار، قلت لخويا قابل لي الحانوت، ومشيت عند واحد جارنا عنده الطوموبيل، قلت ندوه للطبيب. قلنا وهزيناه ديناه للطبيب. ديناه للطبيب، شافو قال لنا عنده صدمة عصبية. صافي خرجت ليه الدواء وجبناه للدار. صافي من هذاك النهار ولا واحد اخر سد عليه في البيت، ما كيهضر ما كيتكلم، كياكل وكيشرب وكيشوف، يعني ولا منعزل على العالم. واحد النهار فاقوا في الصباح لقوه ما كاينش في الدار. مو كانت كتفيق تطلع عليه. داك النهار فاقت ما لقاتوش، قلبات الدار كلها ما كاينش فيها. فيقات خوتو وخرجوا كيقلبوه. جاو عندي انا كنفتح بكري الحانوت، قالوا لي: واش جا عندك؟ قلت لهم: ما جاش. سديت الحانوت وبديت كنقلب معاهم. قلبنا الحمى كلها. امو كتبكي وكتغوت. الجيران غير وصلتهم الخبر كلشي دار يدو معنا في التقلاب. خوه عنده صاحبه في البوليس، عيط عليه، صيفط تصويرته وبداو حتى هما البحث. السيد ما بانش ليه الاثر، المدينه كلها قلبناها والو، تقول تبخر. كنبقى جالس في الحانوت حتى كنلقى راسي كنبكي غير بوحدي. صاحبي اللي دوزت معاه الطفوله والمراهقه والشباب وتشاركنا بزاف ديال الحوايج، اكتشفت اني ما عنديش حتى شي صاحب من غيره. فاش فكرت فيها لقيت راسي حياتي كلها وهو الصاحب الوحيد اللي درت. بعض المرات كيقول لي راسي: انت السبب، كون ما كانش جالس معاك داك النهار ما كانش يوقع هذا الشيء، كون ما عيطتش عليه داك النهار ما كانش وقع هذا الشيء. وصلت بيا للدرجه ديك البنت هي وعائلتها ما بقيتش بغيت نتصارف معاهم. جات عندي واحد المره قلت لها: ما بغيت نبيع لك، وجريت عليها. مشات قالتها لباها، جا هو وامها. قلت لهم: ما بقيتش بغيت نتصارف معاك، هذا حانوتي وهذه سلعتي نبيعها لمن بغيت، وانا ما بغيتش نبيعها لك، حيت انا حتى لذاك الوقت كنت مازال ما قلت لتا شي واحد داكشي اللي وقع. دازت 4 شهور ديال البحث، امو خوتو حتى حد ما مرتاح. امو مسكينه كتضل جالسه قدام الباب كتقول لك: ما ربنا يجي. وخوتو كانوا كل مره واحد فيهم كيدير شهاده طبيه باش يجلس من الخدمه ويقلب عليه. حتى لواحد النهار واحد البنت بنت الجيران مزوجه في مدينه اخرى عيطات على امها، قالت ليها: راني شت واحد السيد حدا واحد المزبله راه جاني كيشبه لفلان جارنا، يعني داك اللي كنقلبوا عليه. امها عارفه القصه، قالت لها: راه هو، راهم كيقلبوا عليه. وغير قالتها لامو خوتو، مشاو في داك الليل كراو طوموبيل ومشاو للبلاصه اللي قالت ليهم البنت، وبقاو كيسولوا عليه شي ناس تماك. قالوا لهم: فعلا. وراوهم البلاصه فين كان كينعس. ما قدرش نمشي معاهم، بايت فايق ديك الليله وتابعهم بالتليفون مبرد قلبي حتى قالوا لي لقاوه. وخرجت حدا الباب وبقيت كنتسناهم يرجعوا، وغير وصلوا بلا ما نحس كنعنق فيه ودموعي ما قدرش نشدهم. كان مسكن مكرفس، حالته حاله. المهم رجعوه داوه للطبيب، نصحهم بطبيب نفسي. وهنا غتبدا معاناة أخرى. كمل شهر حتى خرج مرة أخرى، وبداو كيقلبوا عليه شي يومين حتى لقاو واحد الدار مهجور، وبداو عاوتاني كيدوه لعند الطبيب. أول سؤال سولو ليهم هو بما أنه ما كانش كيهضر، قال لهم: شنو اللي وصلوا لهاد الحالة؟ خوتهم حتى واحد ما كانش عارف. وقالوا له راه كان عادي غير حتى مرض. طيب قال لهم: لا، كاينه شي حاجه وصلته لهاد المرحله. وطبعا جاو عندي حيت عارفين سروا معايا، وهنا كنت مضطر نقول لهم شنو وقع. داك النهار خوه الوسطاني كان عصبي، ناض قال لهم: اليوم نقتلها. وانا من هاد الشيء كنت خايف عليها، بقيت ساكت وبقينا كنبردو فيه صافي حتى سكت. الحصص ديالو مع الطبيب، وكان كيتواصل معاه عن طريق يعطيه ورقة ويقول له: اكتب أو خربق أو رسم شي حاجة. ومن بعد عام ونص ديال المتابعة
قال لهم باللي هو ماشي فاقد للعقل بمعنى حمق، ولكن في بعض الحالات الانسان فاش كيتعرض لشي حاجه كضر في نفسه وما كيكونش قادر يستحمل الالم ديالها، الاجهزه الدفاعيه اللي في عقل الانسان كتدخل باش تحميه من داك الالم. وفي حالة خوكم عقلو عزلو على العالم باش يحميه. نصحهم بواحد الطبيب اخر في مدينة اخرى عاون بزاف د الحالات. هذا الطبيب كاين على بعد 5 السوايع من المدينة فاش كيسكنوا. خوتو شراو طونوبيل غير باش يبقاو يدوه بها، وكانت كل حصة كيديه واحد. امو من النهار اللي مرض وحالتها كتأزم، ومرة 3 سنين من المرض ماتت بحرقتها وحسرتها عليه. وقبل ما تموت وصاتهم عليه قالت لهم السخطة رضا ما دوزوش خوكم. ونفس الشيء دخلوها عليه وما دار حتى شي ردة فعل، بقى غير كيشوف. دفنوها، دازت السيمانة على الجنازة ديالها. موراها جا خويا الصغير كيجري عندي قال لي راه فلان كيغوت لدرجة وصل صوته حتى لعند الجيران. خليته مقابل لي الحانوت، مشيت كنجري كندق، فتح لي خوه لقيتهم خوتو شادينه وهو كيغوت. ماما على مو كان كيقول لها ما مالو، قالوا لي راه فاق موالف من نهار مرض، هو بعد المرات كيمشي عندها لبيتها وكيجلس حداها. اليوم ما لقاهاش، قلب ما لقاهاش بدا كيغوت. الصوت ديالو باقي في ودني. لدابا عيطنا على لومبيلونس جاو هزوه وصلوه للطبيب، قال لنا انهيار عصبي حاد. الحاله ديالي وديال خوتو ما كتوصفهاش الكلمات. بقى في السبيطار يومين وخرجوه. خوتو كان خاصهم الخدمه ديالهم. المشكل فين غيديروه؟ انا قلت لهم غنشدو عندي واحد البيت وسط الحانوت كناكل فيه ونصلي فيه. كنت كنحطو فيه، هو اصلا كان هادي كمل رحله العلاج. ومورا الحادثه ديال مو بدا شويه شويه كيستجب. بعض المرات كنهضر معاه وكيهضر معايا. في الاول كنت كنقول له واش عرفتيني شكون انا، كيرد عليا وكيقول لي انت فلان. نفس الشيء مع خوتو، بدا شويه شويه كيسترجع لحياته. واحد النهار قاعد معايا في الحانوت، وقفت علينا واحد السيده بطابليتها نزلت تشري شي حاجه من عندي، وكانت تفاجئ بها كتقول لي هذا فلان. لاباس؟ انا بقيت كنشوف، قلت لها سمحي لي اختي راه ما عرفتكش. قالت لي هذه فلانه بنت جيران وحتى هي كانت كتقرا معانا. منين درت 14 عام كان با فرنسا داها هي وما وخوتها، ومن تما ما بقيناش شفناهم او سمعنا عليهم شي اخبار. كانوا كيدخلوا المغرب، ولكن كانت عندهم دار اخرى كيمشوا ليها. واللي عرفت مؤخرا ان باها مات وهي وخوتها قسموا الورث، وجا في نصيبها هاد الدار اللي حدانا. وجات ليها المهم سلمت عليها وهو ما ردش عليها. سولاتني مالو، قلت القصه طويله. خدت داكشي اللي جات على قبله ومشات. دازت واحد المده ورجعت عندي وقالت لي راه بانها سمعت القصه من الناس والجيران، حيت القصه ديالته كانت معروفه عند القبيله كلها. المهم قالت لي راه كاين واحد طبيب فرنسي اصوله من المغرب، وهذا الطبيب كيموت على بلادو وعلى بلادو. هو جراح ديال العظام، وبزاف ديال الحالات اللي كان عندهم إعاقة خلقية وقدر يرممها، وكانت النتائج مبهرة. قلت ليها واخا نقولها لخوتو، وفعلا قلتها ليهم ورحبوا بالفكرة. المهم هضرات هي مع الطبيب اللي حتى هو تعاطف مع القصة ديالته، وقال لها غادي يدخل المغرب من هنا ل8 شهور. داز دوك 8 شهور بحال 80 عام، داز طويلة بزاف. فعلا دخل الطبيب البلاد وتواصلوا مع خوتو ومشاو عرضوا عليه، واكد لهم انه ممكن تدخل طبي ونسبة الترميم لرجلو غادي تكون ما بين 50 و60% على حساب السن ديالو. قال لهم كون جا هو صغير كان ممكن تكون نسبة الترميم توصل حتى ل90%. المهم هاد العملية راه كانت غالية بزاف. خوتو تجمعوا داكشي اللي كامل اللي كان عندهم، باعوه وجاو باش يخلصوا العملية. الطبيب تنازل اليوم على الاتعاب ديالو، قال لهم خلصوا غير الكلينيك والمصاريف الاخرى اللي غيحتاجها بحال الدواء وداكشي اللي غيحتاجها في العمليه. تحدد نهار العمليه ومشيت معاه انا وخوتو. دامت هاد العمليه لمده ساعات، وحنا ما بين الخوف والترقب، وكنقولوا واش غتنجح العمليه ولا ما غتنجحش. حتى خرج الطبيب وقال لنا العمليه نجحت. دار القبص لمدة 9 شهور. النهار اللي غيحيدو نفس الشيء مشيت معاهم. وحتى السيدة اللي جابت لنا الطبيب كانت في المغرب ومشات معانا. كان كيتواصل معنا الطبيب مدة هاد المدة كاملة اللي كان داير القبص، كان كيتواصل مع الطبيب صوت وصورة باش يشوف نسبة النجاح العملية. كنا كنترقبوا، ومن نحيد القبص النتيجة كانت مبهرة لا تصدق. رجلو فعلا
دارت بواحد النسبة اللي كبيرة. يعني الا ما ركزتيش معاها او كنتي عارف انه كانت عنده هاد الاعاقة، ما غاديش تلاحظ الفرق. درنا بزاف ملي شفناه، كلنا بكينا، حتى الفرمليات والطبيب اللي كانوا معنا تأثروا. وقال لنا الطبيب احسن حاجة في الدنيا هي تكون سبب في امل جديد للانسان. مشينا للدار وهو بدا كيدير الترويض باش يقاد مشيتو. المهم داز الوقت وقالوا له خوتو غيديروا ليه شي بيعه وشريه، ولكن هو رفض. قال لهم بارك عليكم، هادشي اللي درتو هزيتكم صغار وهزيتوني كبير. صافي دابا غتلتفتوا لحياتكم وفلوسكم اللي جامعين غتزوجوا. عياو فيه رفض وقلب على خدمة في واحد الحانوت ديال الأجهزة الإلكترونية، كانت الخلصة على قد الحال، ولكن هو كان راضي بها. جا عندي واحد النهار قال لي فلانة، على السيدة اللي جابت له الطبيب، قال لي فلانة بغاتني ندخل معها شريك في واحد المشروع. قلت له علاش، هي ماشي عايشة في فرنسا؟ قال لي لا، هي من بعد موت باها وقعوا لها بزاف ديال المشاكل مع راجلها، وصافي قررت انها تعيش هنا. وقلت ليه انت باش غادي تشاركها، ما عندكش راس المال؟ قال لي هي قالت لي انها ما عارفه شنو دير ولا منين غتبدا، باغا دير بوتيك صغير ديال الحوايج، ولكن ما عارفه والو، حتى المناطق في المدينه ما عارفاهمش. وقالت له ما بغيتش واحد يخدم معايا، حيت الخدام غيدير خدمته وما عنده غرض. انا بغيت شريك باش يدير جهده وينجح البوتيك، حيت عارفه انه نجاح البوتيك نجاح ليه. ومن جهه اخرى بغيت شريك يكون ثقه، اللي نسلمو فلوسي بلا ما نخاف يسرقني، وما لقيتش احسن منه. صراحه انا فرحت وقلت له هذه هي الفرصه الذهبيه، ولكن صدمني مني قال لي رفض. قلت له علاش؟ هذه فرصه كتجي مره في العمر. عجبك خدمتك مع الناس بجوج ريال، وغتكون الصدمه الثانيه من غيقول لي راه كنبغيها. في الاول سمعتها وما استوعبتش، قلت له عادي انك تبغيها، ولكن منين استوعبت ودخلت الهضره العقل في بلاصتي. كيفاش تبغيها وامتى بغيتيها؟ بقى ساكت. وقلت له اكيد غير حيت عاوناتك وكيسحاب ليك حب، حيت يستحيل تبغيها وانت شفتيها جوج ولا ثلاث المرات. قال لي كنت كنهضر معاه في التليفون. قلت ليه امتى؟ قال لي منين كنت داير القبص، كانت كتهضر معايا وكتسول فيا، وحتى انا حيت حيدت القبص قطعت الاتصال معايا. ديك الساعه حسيت براسي كنبغيها. خديت نفس عميق وجلست في الارض وقلت له خليني نستوعب هذا الشيء. سولته هذا الشيء كامل مخبي؟ قال لي كنت مخربق. قلت ليه ما عندك مشكل، صافي تزوجها. قال لي كيفاش غنتزوجها وانا ما عندي باش، انا يلاه مكافي مع راسي. قلت له دخل معاه في البوتيك وتزوجوا. قال لي الا درت هكا غتقول طمع فيها، وعاد هي يلا تقدم لها واحد احسن مني ورفضاتو غتزوجني انا بديت كنجي من هنا وهو كيجيني من هنا، حتى تعصبت وقلت ليه انت راسك قاصح، كدير غير اللي قال لك راسك. بلا ما نبرز راسي معاك. دازو شي ايام وقال لي راها ولات عرضات عليا نشاركها، حيت بوحدها ما عرفت ما دير. قلت ليه صافي قول لها تشوف شي حد اخر. قال لي خفت عليها تشوف شي حد اخر ويستغلها وياكل لها رزقها. قلت ليه واخا شنو الحل؟ قال لي غندخل معاها ومنين توقف ندخل معاها شريك، ومنين توقف على رجليها غادي نسحب. قلت ليه صافي مزيان. فعلا بدا يقلب على محل، جهزوا بالماتريال وداكشي اللي غيحتاجو. جاب السلع قادو كلشي وقالوا لي راه نهار الاثنين عندنا الافتتاح. عرضوا عليا وانا وخوتو وعيالات خوتو جوج وخطيبه ديال خوهم الثالث، داروا الافتتاح وداز داكشي زوين. داك النهار تاكدت انها هي حتى هي باغاه. طول ما حنا تماك وهي حاضيه بطرف عينيها، وفين ما دار كدور عينيها معاه. رجعنا بحالنا، عييت نشدها في قلبي ما قدرش. عيطت عليه لعندي الحانوت، جا قلت له السيده باغاك حتى هي. قال لي اش كتخربق وهي رافضه هذا وهذا؟ قلت له ما تقول لي لا رفضت ولا والو، السيده باغاك انت. بدا كيقول لي لا لا عصبني. قلت له صافي بلا ما نبرز راسي، خليها حتى توافق على واحد من هادوك اللي رفضات. وديك الساعه تعالى بكى عليا. هنا تقلق ومشى بحاله. كانت اول مره في حياته، سواء قبل او منين مرض، ما يتقلق مني. هو كان بطبعه قشابته واسعه قلبه ابيض، ولكن تقدر تكون غلط وتناقشتي معاه يجي يهضر معاك عادي. ولكن هاد المره كنصوني عليه ما كيجاوبنيش، كيدوز من قدام الحانوت كنعيط عليه ما كيردش عليا. سيمانه دازت هكا كنحس بشي حاجه ناقصاني. كيصوني التليفون كنقول وقيلا هو. حتى في الاخير ومشيت لعندو حتى للدار،
دخلني وما بغاش يهضر معايا، دار لي اتاي. قلت له دابا انا اشنو قلت لك غير تزوجها احسن ما يديها واحد اخر. واش ديت فيه؟ اييه الناس ولات كتبلوكيني خويا في التليفون، وصحبة سنين جات وحده في عامين وقطعتها. يلا انا غادي بحالي. وبدا كيضحك وضحكنا بجوج. وفي هذاك الشهر خو الصغير كان عنده العرس وعرضوا عليها حتى هي. انا كنت شاد واحد الطبلة في القنت وكنشوف السيدة شافت واحد اختنا كتهضر معاه وبقات حاضياهم. فاش شافتو جبد التليفون سحب له عطاها نمرته. ناضت خرجت برا هاد القاعة غادا بحالها، حيت كانت جالسة حدا امها وقالت لها يلا نمشيو راسي ضرني. مشيت لعندو كنجري عاودتلو ومشى تبعهم رجعهم. منين سولاتو قالت له مال هاديك على السيدة اللي كان كيهضر معاها. قال ليها راه طاحت ليها شي سنسلة وانا كنت نصورهم، وقالت لي وريني الفيديو نشوف واش منين طلعت عند العروسة كانت مازال في عنقي. قلت له شوف، يا تمشي تقولها راك باغيها يا نمشي انا نقولها لها. وديك الساعه طرطق وراني غنهضر بصح. سالا العرس صافي قالها لها او غير لمح لها، وقال لي ما رفضاتش حيت امها كانت مريضه وتوفات من بعد. دوزات ايامات صعابين حيت ما عندهاش من غيرها. وخوها جا غير شاف امه ودوز الجنازه ومشى رجع. دازت 4 شهور على موتها. واحد النهار شي سكيري وقفوا لها قدام الباب وكيضربوا الباب بالحجر حيت هي بوحدها. فاش وصلت الخبر لصاحبي مات بالفقصة. قال لي دابا نبغي غير نزورها، بنادم ما غاديش يرحمها بلسانه. قلت له ما تزورها ما تزورك، سير تزوجها وغتولي راجلها وتا واحد ما غادي يتصر عليها. وفعلا صافي قرر يتزوجها. داروا خطبة وضريب صدق، ومن بعد 10 شهور داروا العرس. دار واحد العرس اللي كان رائع، وهزوه في العمارية وفين حطوه هزيته انا وخوتو. هذاك النهار قال لي أنا عمري في حياتي ما قلت عندي 3 ديال الخوت، حيت عندي 4 انت الرابع. دوزو هذيك الليلة ومن بعد جات سكنات معاه في الدار. بعد سنين ولدوا وليداتهم. هذه هي النهاية ديال القصة ديال اليوم. نتمنى منكم تكونوا استفدتوا منها وعطاتكم عبر وعطاتكم دروس. وإلى اللقاء في قصص قادمة إن شاء الله.